يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وصفتنا النهارده هي طريقه عمل مكرونه للتشاينيز. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا ومكونات بسيطه جدا ومش مكلفه، واضمن لكم لو مشيتوا على طريقتي النهارده مش هتجيبوها بره تاني ابدا. فتعالوا معايا عشان تشوفوا الطريقه بالتفصيل. اول حاجه بجيب الطاسه بتاعتي على النار وبحط فيها حوالي 3 معالق كبار من الزيت. في الوقت ده بكون جايبه بصلايه متوسطه مقطعاها جوليان، يعني ترنشات رفيعه قوي. واول ما الزيت بتاعي بيسخن بنزل عليها بالبصل واشوحه تشويحه كده لحد ما يدبل. اول ما يدبل معايا ببدا انزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم وابدا اشوحه كويس جدا مع البصلايه لحد ما ريحه الثوم تبدا تظهر معايا. بعدين بنزل عليهم بفلفل اصفر واحمر وفلفل اخضر لو انتوا ما بتحبوش الحار. احنا هنا بنحب الحار، فانا بدلت الفلفل الاخضر بالفلفل الحامي. بكون مقطعهم زي البصلايه بالظبط شرايح رفيعه. بعد ما يتشوحوا تشويحه كويسه جدا مع البصلايه والثومه هبدا انزل بالصويا صوص، حوالي ربع كوبايه من الصويا صوص. هبدا بقى اشوح المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها كويس قوي. هبدا بقى انزل بالمكون المهم التاني وهو الكاتشب. بنزل بربع كوبايه من الكاتشب واشوح بقى كل المكونات دي كلها مع بعض كويس قوي. في الوقت ده هكون مجهزه كوبايه من الميه وعليهم 3 معالق كبار من النشا وادوبهم مع بعض كويس قوي وانزل بيهم على الخليط ده. المرحله دي هبدا اقلب كويس قوي وايدي ما تسيبش الخليط ابدا علشان ما يكلكعش معايا. هفضل ادوبهم كويس قوي مع بعض. وقبل ما الخليط ده يسخن هنزل عليه ب3 كوبايات من الميه. وانا بنزل في الميه هفضل مستمريه في التقليب زي ما قلت عشان الخليط ما يكلكعش معايا. هنا بقى هبدا انزل بالهوت صوص. ده مكون اختياري، لو انتوا يعني مالكوش في الحار ما تنزلوهوش، بس هو يعني الهوت صوص ده بيدي برضو طعم مميز للتشاينيز. والهوت صوص ده انا برضو عاملاه في البيت بمكونات بسيطه، ان شاء الله بجهز لكم فيديو ليه وهنزله لكم قريب. بنزل بمعلقه كبيره من الهوت صوص. هنبدا بقى نتبل الصوص بتاعنا. اهم مكون طبعا بحط 3 معالق كبار من السكر. السكر ده برضو اختياري، عايزين تزودوا شويه عن كده، بس ال3 معالق بس دول بيديها طعم مظبوط جدا. انا حطيت هنا حوالي نص معلقه من الشطه، برضو ده اختياري مش عايزين تحطوها ملهاش اي لازمه، ومعلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من البصل البودر. وبعدين بننزل بالملح بتاعنا، ما بنزودش في الملح عشان احنا حاطين صويا صوص، وكذا مره اقول الصويا صوص بتبقى مملحه. انا حطيت معلقتين صغيرين من الملح والطعم كان مظبوط جدا. الملح طبعا ده يرجع لكم، بس خدوا بالكم زي ما قلت ان الصويا صوص مملح. هنفضل بقى نقلب المكونات كلها مع بعض. هي كده خلاص خلصت معانا وجهزت. اول ما تبدا تبقبق معانا، شايفين ده السمك اللي انا عايزاه. لو انتوا حسيتوها هتقلت معاكم قوي ممكن تزودوا في المرحله دي ميه عادي. خلاص هي كده جاهزه معانا. هبدا اخد نص الصوص ده في بوله خارجيه علشان انا بحب اعمل المكرونه مع الصوص والصوص الباقي احطه على الوش. زي ما انتم شايفين انا خدت نص الصوص على جنب ونص الباقي هنزل بيه على المكرونه وابدا اشوحهم كويس جدا على البوتاجاز علشان المكرونه تشرب كويس قوي من الصوص. طبعا التشاينيز انتوا عارفين ان هي بتبقى جنبها قطع فراخ معموله بصوص معين. انا هنا بعملها بطريقه بسيطه جدا، بحمر شويه ستريبس عادي وهقطعهم على وش المكرونه وانزل عليهم بالصوص الجانبي اللي انا كنت شايلاه. مش شرط تعملوا ستريبس، اعملوا فراخ بانيه، اي فراخ عندكم كريسبي تحط على الوش بتدي نفس النتيجه بتاعت الجاهز بالظبط. زي ما انتم شايفين الوصفه بسيطه جدا غير مكلفه، مش محتاجين صويا صوص كتير ولا كاتشب كتير. هي بشويه مكونات بسيطه بنعملها بتدي طعم الجاهز، وصدقوني كمان احلى من الجاهز بمراحل. خلاص انا حطيت المكرونه بتاعتي على الطبق. هبدا بقى اقطع الستريبس القطع صغيره واحطها على وش المكرونه. وده الصوص بتاعي الجانبي اللي انا كنت شايلاه على جنب، هبدا بقى احطه على وش المكرونه والفراخ الستريبس. بجد كان طعمه خطير، واقول لكم بجد احلى من بره بكتير. اعملوه في البيت ووفروا على نفسكم كتير. بره الاطباق دي بقت غاليه جدا، هتبقى احلى من بره كمان وطعم احلى وانضف من بره بكتير. وهنا هتلاقوا المكرونه مليانه صوص ومليانه خضار ومليانه فراخ، اكيد مش هتلاقوها بره بالجمال ده. نسيت اقول لكم ان نوع المكرونه اللي بستخدمها في الوصفه دي هي المكرونه الشرايط. طبعا لو مفيش مكرونه شرايط برضو مش هنعقد نفسنا خالص، بتتعمل بالسباكيتي عادي جدا وبتنجح برضو. ممكن برضو تضيفوا مع الخضار شرايح من الجزر، بتدي طعم هايل جدا للوصفه دي، بس للاسف عندي ما بيحبوهاش فما قدرتش اضيفها. انا على قد ما اقدر بحاول اسهل لكم في طريقه عمل الوصفه وتكون اوفر واحلى كمان من بره. فتشجعوا يلا وقوموا اعملوها لاولادكم، بجد هينبهروا بيها. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. ونفسه في اي وصفه او اي اكله اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عمليش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.